تعالى كده عشان هعكس لك شويه مفاهيم اللي كنت حافظهم زمان. انت اخدت زمان في اعدادي كلمه already، وقال لك ان كلمه already بتيجي بعد في النص كده زي كلمه just ما بين have او has والثيرد فورم of the verb، وده جميل. طب تعالى اقول لك حاجه كمان، ان كلمه already ممكن تجي لك في اخر الجمله برضو. يعني ممكن تقول كده I have corrected the mistakes already، يبقى ممكن كلمه already تجي لك في النص كده ما بين have او has والثيرد فورم of the verb اهو، تمام، او تجي لك في اخر الجمله، تجي لك ايه في اخر الجمله. طب تعالى اقول لك على حاجه تاني، بص كده have you finished all this work already. يا مستر احنا كنا بناخد كلمه، انت حافظ بقى، هتقول احنا كنا بناخد yet في اخر السؤال. ايه اللي جاب already هنا؟ هفرق لك ما بينها حالا لما اخد ايه، ناخد دلوقتي كلمه ايه، كلمه yet. تعالى معايا وركز قوي. بص يا سيدي، كلمه yet الطبيعي بتاعها انها تيجي في حاجتين، يا اما جمله نيجاتيف جمله منفيه جميل، يا اما question، وده اللي انت حافظه من زمان صح كده، مش هغيره لك والله ما تخافش. يقول لك ايه I haven't finished my homework yet، وتيجي تعمل question تقول لك ايه have you finished your homework yet. اي have you finished your homework yet. طب بص هغير لك مكان yet كمان، ايه هو اهو I haven't yet finished my homework، يبقى تجي لك yet في الاخر او تجي لك ما بين have و has والثيرد فورم ده. تعالى معايا كده عشان هعمل لك وش في دماغك. have you finished all that work already. الله يا مستر انت هتقلب لي دماغي، انت جبت لي كلمه already وحطيتها لي في نهايه الكويستشن، مع انك انت قلت لي اصلا انا بستخدم كلمه yet مع الكويستشن. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ تعالى اكتبهم لك في نوت كده وافرق لك ما بينهم في لحظه. تعال بص كده جميل، have you finished yet have you finished already. ايه الفرق؟ ايه ده، في فرق اصلا؟ في فرق. بص كده يا سيدي، لو انت بتسال عن حد اذا كان عمل الحاجه دي ولا لا، خلص او ما خلصش، وصل او ما وصلش، يبقى انت بتطلب معلومه، يبقى انت مش عارف المعلومه دي، انت مش عارف المعلومه اذا كان خلص ولا لا، وتطلب منه، انت عايز تقول له انت خلصت ولا لسه، وصلت ولا لسه، اكلت ولا لسه. يبقى have you finished yet، يبقى انا كده ما عنديش المعلومه، عشان كده بس. طيب لا، انت قاعد في الامتحان وبعد 10 دقائق راح لقيت واحد ماسك الورقه بتاعته، يا مستر انا خلصت. ايه ده، وانت خلصت؟ انت بتعمل ايه كده؟ ما انت عارف ان هو كنت عبيط يا عم، ما انا بقول لك انا خلصت اهو. يبقى انت عارف المعلومه ان هو خلص، بس انت بتعمل ايه؟ ده انت بتتفاجئ، يبقى في مفاجاه. يبقى اهو have you finished already، وتبرع عينيك كده have you finished already. ايه ده انت لحقت تخلص؟ معقوله؟ يبقى انا عارف ان هو خلص، يبقى انا عندي المعلومه، انا عارف ان هو خلص، عارف ان هو وصل، عارف ان هو اكل، عارف ان هو حل، تمام. يبقى كده ايه، استخدمت معاها already. يبقى already هنا معناها ان في عندي ايه، في عندي سربرايز، متفاجئ. اما انا هنا انت عاوز تعرف المعلومه، ما عندكش المعلومه بتاعتك، ما عندكش الانفورميشن بتاعتك، واضحه كده. يبقى كلمه yet بستخدمها لو انت مش عندك المعلومه، انت عاوز تعرف. اما كلمه already انت بتستخدمها امتى؟ انت already عرفت الموضوع ده، بس هل انت كده انت ايه، متفاجئ. ايه ده انت لحقت تخلص بسرعه كده، يبقى كده تستخدم كلمه اسمها ايه، already. واضحه؟ تعالى معايا.